اليوم حضرنا في المنتدى الوطني الدورة الأولى، واللي كيجسد الحمد لله أنه البديل مستمر في إرساء الهياكل ديالو، ومستمر في الاستماع للقواعد ديالو عن طريق ديمقراطي تشاركي يضم مختلف الجهات البعيدة من أجل إسماع أصوات ديال الإخوان اللي معنا في الجهة عبر ممثليهم داخل المنتدى الوطني، والتداول في كل الأوراق اللي غادي تشكل طريق حقيقية لا على مستوى التنظيم ولا أيضا على مستوى الإعداد للانتخابات والاستحقاقات القادمة. أيضا هذه الاستحقاقات القادمة في الجهة ديال العيون الساق الحمراء غادي تكون استحقاقات أكيد بحسابات أخرى وبتحديات كبرى أمام حزب جديد وليد يتطلب الثقة، ولكن هذا الحزب اللي انفتح على الأطر والكفاءات المحلية وانفتح على قواعد شعبية أكيد أنه سيجد داخل هذه الجهة من يساعده ويدعمه من خلال مناضليه، من خلال التنظيم المحكم، ومن خلال أيضا الثقة والنزاهة، والمرشحين إن شاء الله اللي غنقدموهم ولا غيكونوا ذوي أيادي بيضاء وكفاءات. لأنه الاستحقاقات السابقة كنا نلاحظ فيها إما سلطة المال والجاه والأعيان أو السلطة ديال الدين والاتجار بالدين والضحك على عقول المواطنين. اليوم خاص بديل حقيقي يراهن على قضايا الناس وانتظارات الناس وانتظارات الساكن، وخاصة أهم فئات اللي نركز عليها هي فئة الشباب اللي هو الأشد فقرا والأشد هشاشة في هذا المجتمع ديالنا. هذا الشباب اللي يعاني من البطالة الحقيقية المتسعة، واللي اليوم السياسات العمومية لا تجيب عنها لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. إذا من خلال هذه الانتظارات احنا جينا اليوم نسقوا عملنا داخل هذا الجهاز التنظيمي اللي هو المنتدى الوطني من أجل باش نخرجوا خارطة طريق واضحة للاستحقاقات القادمة، وأيضا لوضع استراتيجية على المدى السنوات القادمة إن شاء الله في التواصل مع المواطنين. وكنشكروا هذا المنبر الحر اللي هو بلادنا اللي استطاع أنه يغطي كل أشغال